ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد من قناتي. هنعمل مع بعض النهارده الكبده بتاعه عربيات الكبده، سندوتشات الجاهزه اللي احنا بنجيبها من بره. هتطلع معانا نفس الطعم واحسن كمان. اول حاجه عندي نص كيلو من الكبده متقطعه مكعبات. هنزل عليهم بنص معلقه من الفلفل الاسود، وكمان هنحط نص معلقة من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة بتدي طعم جميل جدا ومميز للكبدة، بتبقى نفس طعم السندوتشات الجاهزة اللي بتجيبها من بره. وهنزل كمان بنص معلقة من البهارات المشكلة أو السبع بهارات. السبع بهارات دي تبقى مجموعة من البهارات بتدي طعم سندوتشات الكبدة الجاهزة اللي احنا بنشتريها من بره. بعد كده هنزل بنص معلقة من الملح. كده خلاص الكبدة بتاعتي يعتبر اتبلت. فاضل بس حاجة بسيطة، وهي ان انا هجيب نص ليمونة وهعصرها كلها على الكبدة. ودي اهم خطوة عشان تديني الطعم الجميل المزز اللي احنا بنلاقيه في سندوتشات الكبدة الجاهزة اللي احنا بنشتريها من العربيات. بس كده. بعد كده هقلب كل التوابل دي مع بعضها هي والكبدة علشان ياخدوا كلهم من طعم بعض. سهلة جدا وبتتعمل في ثواني، وتمشي معاكي غدا تمشي معاكي عشاء، وبتطلع تحفة. الخطوة اللي بعد كده هجيب طاسة أو صينية أو جريل اللي عندك، وهنسخنها كويس جدا على النار بعد ما نحط فيها معلقة من الزيت. وانا عندي هنا مكعبات من الدهن. جزار اللي اداني الكبدة اداني حتة من الدهن كده، انا قطعتها مكعبات ونزلت بيها في الزيت السخن المولع، وهسيب الدهن دي لما تسيح خالص في الزيت. هنا الدهنة كانت ساحت خلاص، حابة تشيليها شيليها. انا عن نفسي مش هشيلها وهسيبها كده موجودة في قلب الطاسة، تدي طعم جميل جدا. بعد كده هنجيب الكبدة وننزل بيها، بس شرط ان الزيت بتاعك يكون سخن مولع. ليه؟ علشان الكبدة ما تلزقش منك في الطاسة او في الصينية. وهنسيب الكبدة على الوش ده كده تتشمع، مش هنقلبها كتير، هنديها تقليبة بس بسيطة لحد ما تاخد التشميع واحس ان هي مسكت نفسها. بعد كده هديها تقليبة بسيطة. هي الكبدة بتاخدش وقت، الكبدة البلدي بالزيت يدوبك تقعد معاكي على النار وقت بسيط وبتكون خلاص استوت. انا مقطعاها مكعبات، حابة تقطعيها شرايح مفيش مشكلة، بس السندوتشات اللي بتجيبها من بره بتبقى متقطعة مكعبات بالشكل ده. هنا خلاص يعتبر الكبدة بتاعتي كانت قربت تدخل في السوا. فعندي هنا الخطوة اللي بعد كده، دي خطوة مهمة جدا اوعي تنسيها. هي ايه؟ ان انا عندي 3 أو 4 فصوص من الثوم. 3 أو 4 فصوص من الثوم انا دقيتهم كده في الهون. وبعد كده هنحطهم، هنوسع كده زي جزء كده في الصينية، وهنزل ب4 أو 3 فصوص كبار من الثوم، وهديهم تشويحة بسيطة مع الكبدة. بعد كده هقلب الكبدة مع الثوم علشان كله ياخد من طعم بعضه. منزلناش بالثوم في أول الوصفة علشان الثوم ما يغيرش لونه ويمرر طعم الكبدة، لكن احنا بننزل بيه في نص الوصفة أو بعد الكبدة بتاعتي ما بتكون دخلت في السوا. وهي دي طريقة سندوتشات الكبدة اللي احنا بنشتريها من بره. المرحلة اللي بعد كده عندي 3 قرون من الفلفل الرومي انا مقطعهم مكعبات، هنزل بيهم على الكبدة. طبعا لو حابة تحطي كمان قرون شطة مفيش مشكلة، بس لو عندك اطفال يعني ما يكونش احسن. وهندي كده تقليبة بسيطة للكبدة بعد ما ضفنا الثوم والفلفل الاخضر. جميلة جدا وتنفع معاكي في اي وقت وما بتاخدش وقت خالص. هنا خلاص بعد 5 دقايق كانت الكبدة استوت تماما، وكمان الفلفل بتاعنا دبل واستوى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والريحة يا جماعة، الريحة كانت خطيرة. انا قلت بما ان في كبدة نعمل كمان سلطة طحينة. عندي هنا خدت معلقتين من الطحينة البيور او الطحينة الخام. بعد كده عندي كوباية فيها مية عادية من الحنفية، هبتدي انزل بشوية مية لحد ما الطحينة بتاعتي تفك خالص. شوية مية صغيرين وأقلب. حسيت ان العجينة بتاعتك متماسكة او الطحينة بتاعتك متماسكة، هتزودي شوية مية كمان. انا هنا حسيت ان الطحينة لسه برضو ما فكتش، هنزل بشوية مية كمان. مية من الحنفية، ولا تقوليلي مية سخنة ولا مية ساقعة؟ مية من الحنفية. وهقلب في الطحينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين لحد ما الطحينة تفك ويبقى لونها ابيض فاتح.
هنا خلاص يعتبر الطحينة طالما اللون بتاعها وصل للون الأبيض ده، يبقى الطحينة خلاص بتاعتك جاهزة إن انتي تتبليها. بصوا كل ما بزود مية حبة بحبة كل ما السمك بتاع الطحينة بيفك. تقلبي بالراحة لحد ما توصلي للسمك اللي انتي عايزاه. هنا خلاص كانت الطحينة فكت والقوام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، ولا خفيف ولا تقيل. الخطوة اللي بعد كده هجيب معلقة واحدة من الخل، وكمان هنحط عصرة ليمونة، مش هنحط نص الليمونة كلها، هنحط بس عصرة. وهنتبلها بشوية من الملح بس كده. وكمان حابة تحطي شوية أو ربع معلقة من الشطة، هيديكي طعم حلو جدا. مش حابة مفيش مشكلة، لكن أنا هنا عشان أنا بحب الشطة في الطحينة هزود بالظبط يعني حوالي ربع معلقة من الشطة. طحينة تحفة، عاملة زي الجاهزة اللي بنشتريها من بره بالظبط. واخر حاجة هعملها معاكم طبعا طحينة يعني توم، اوعي تنسي تحطي التوم. عندي فص واحد من التوم انا طحنته كده، هنزل بيه على الطحينة وهنقلب تقليبة بسيطة. وخلاص بس كده الطحينة بتاعتنا كانت جاهزة على التقديم. طحينة بقى جنب سندوتشات الكبدة يا وعدي. بعد كده جبت الطبق اللي هقدم فيه صوص الطحينة زي ما انتوا شايفين وهنزل بيه. حلوة قوي الطحينة دي، جربوها يا جماعة على طريقتي، مش هتبطلوا تعملوها. احسن كمان من الطحينة الجاهزة اللي احنا بنجيبها من بره. تاخدش منك وقت، معلقتين طحينة بتفكيهم بشوية مية وشوية خل وليمونة شوية توابل، الدنيا بتبقى تمام. بعد كده انا هعمل الكبدة في العيش الفينو، طبعا في البلدي بيبقى طعمها جميل، بس في العيش الفينو زي ما بنشتريها من بره احلى سندوتش كبدة ممكن تاكليه. جربي بس الطريقة اللي انا بقولك عليها دي، مش هتبطلي تعملي الكبدة بالطريقة دي. كل اللي هيدوقها هيفتكرك ان انت شارياها من الشارع. احنا بنحبها في العيش الفينو كده مع الطحينة، بتبقى جميلة جدا في الغدا ماشي، في العشاء ماشي، كمان في الفطار بس في الفطار هتبقى تقيلة شوية. بس بصراحة سندوتشات كانت تحفة. هنا خلاص كنت خلصت الفيديو وقدمت سندوتشات الكبدة بتاعتي الخطيرة دي مع صوص الطحينة وكمان شوية مخلل كده مشكلين. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكمان لايك علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. بحبكم جدا، مع السلامة.